السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اول شعبان، نتمنى ان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والبركه، وان شاء الله يلحقنا رمضان بالصحه جيده يا رب. نبداو على بركه الله. غنصايب اليوم معكم واحد الملويات معمرين. هنا احتاجيت 2 زلايف ديال الدقيق الفورس في زلافه وحده ديال الفينو. 2 زلايف ديال الفورس، زلافه وحده ديال الفينو، يعني الفورس مدوبر على الفينو. وغنحتاج معاهم هنايا واحد شويه ديال الملحه، وعندي هنا واحد خماره وحده ديال الحلوه. صراحه تيجيو زوينين، هذا اقتراحات لرمضان ان شاء الله، وحتى هاد الايام في هذا الشهر هذا الناس يصوموا. وغنحتاجو هنايا انا ولدي دار يدو تا هو في القصريه. غنحتاجو معلقه ديال الموطارد، وعندنا الماء باش غنعجنو. كما قلت لكم عندي 2 زلايف ديال دقيق الفورس، في زلافه ديال الفينو، في خماره وحده، في قبيصه ديال الملحه، في معلقه موطارد. هذيك المعلقه ديال الموطارد تتبقى اختياريه. صافي غنبقى نعجن بالماء بشويه بشويه حتى تتجمع ليا العجينه. ما تكونش العجينه مرخوفه، تكون شويه قاصحه، حيت من بعد عاد نطلقوها بالزيت. هنا ما غنستعملوش نهائيا في هاد الملويات نهائيا الزبده، يعني ما غنورقوهمش بالزبده، غير بالزيت. صافي غنبقى ندلك فيهم. من بعد ما دلكتهم غنكورهم كويرات وندهنهم بالزيت ونخليهم يرتاحوا. صافي غنخليهم يرتاحوا، نغطيهم يخليهم يرتاحوا، وغنحضر معكم الحشوه اللي غنعمر بها هاد الملويات. هنا غنستعمل معكم واحد الطريقه ديال التوراق اللي صراحه باش ما تخرجش لكم الحشوه نهائيا لبرا. صافي غنغطيهم بسربيته ونخليهم يرتاحوا. وهنا غندوزو للحشوه اللي غنعمروها بها. هنايا عندي واحد البصيله خضاريه مشلضه، وندير واحد جاد بصله. وهنا غندير هنايا شويه ديال الزيت غير فاش تشحر ليا ديك البصيله. صافي غنخليو داك البصله تشحر حتى تتنزل شويه، تدبال داك البصله. وهنايا تيبقى لكم الاختيار، تقدروا تعمروهم غير بهاد البصيله، تديروا لها العطريه وتعمروهم بالبصيله. وهنا انا غنزيد معاه، هنايا عندي واحد فلفله حمراء مقطعه طريفات مربعات صغار. من بعد ما تشحرات ليا داك البصله، كما قلت لكم نوريكم واحد الطريقه هنا ساهله باش ما تبقاش تخرج لكم العماره لبرا. وهنايا غنستعمل، علاش ما درتش في الاول الزيت بزاف، حيت عندي هنا الشحمه ديال الكلوه اللي واخدها انا، تنديرها في كاسرونه وتندير معاها واحد شويه ديال الزيت وتندوبها. تستعملوها بحال هكا في مخيمرات معمرين، في الرغيفات معمرين، كاع الحاجه الاولى في اللي تديروا في الفران حتى هما معمرين. هنا كما قلت لكم درت 2 معالق ديال ديك الشحمه اللي عندي مذوبه، تندير معاها غير شويه ديال الزيت والملحه، وتنخليها حتى تذوب مزيان، وتنصفيها وتنديرها في شي قريعه وتنخليها حتى تتبرد. ومن بعد تديروها في الكونجيلاتور ولا غير تحت في الثلاجه، وقت ما بغيتوها تستعملوها ما تتخسرش. صافي تما عندي البصله كما قلت لكم. وهنا عندي الكفته، واحد شويه ديال الكفته. تيبقى لكم اختياري، بغيتو ديروا الكفته تديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. تكتفيو غير بداك شويه الفلفله والبصيله وداك الشحمه اللي درنا. انا هنا عندي شويه الكفته، قلت لي علاش لا ما نديرهاش. وهنايا غنحتاج في العطريه، عندي هنا شويه ديال التحميره اللي هي الفلفله حمراء حلوه، وعندي هنا شويه ديال الابزار، شويه الملحه والهريسه، وعندي الزيتون مقطع خضر اللي هو ديجا كان مقطع دوائر وزدت انا قطعته. ها ما كي تشوفوا قطعته، مازال زدت قطعته غير طريفات صغار. صافي وغنخلي هادشي كامل يتشحر. صافي وغنخليو هادشي يتشحر مزيان، داك الفلفله ومع داك الكفته مع داك البصيله وداك العطريه اللي درنا. والهريسه تتبقى اختياريه الحار.
اللي بغى يديرو يديرو، اللي مبغاش يديرو ما يديروش. نتوما الاذواق، انا تعجبني الهريسه الحاره، درت الحار. وهنايا كما قلت لكم ما غنستعملوش نهائيا الزبده. غنوجد هذيك عندي تما الزيت، وزدت عليها واحد المعلقه كبيره ديال مايزينا ديال ذره النشا، وهما باش غنورق هاد المليويات. ما غنستعملش نهائيا الزبده. وغنزيد واحد المعلقه ديال الفلفل الاحمر مطحون حلو، او كما تيقولوا ليها الفلفله حلو تحميره. هانتوما كما تشوفوا زدتها صافي. وغنخلط داك الزيت اللي درت، زيت نباتيه مع داك مايزينا. مايزينا تشروها من عند اللوازم الحلويات، تاخذوا 3 دراهم 5 دراهم، راه فيها عرام. تتبقى ليكم تورقوا بها بحال هكا، تتخلطها مع الزبده. باش ديروا رغيفات ولا مليويات عاديين، ولا داك الرغيفات اللي تتقراو اللي تداروا في العسل، حتى هما تتورقوا بهم، تتورقوا بداك المايزينا. انا عندي هاد الحشوه صافي راه وجدات، غنديرها في شي بول اخر وغنخليها تبرد صافي. دابا من بعد ما بردت ليا داك الحشوه صافي غنبدا نطلق العجينه كما تتشوفوا بطريقه واضحه. عندي تما واحد الطويصه فيها شويه ديال الزيت، هي باش غنورقها هكا في الاول، غير نطلق بها العجينه شويه، تندير غير شويه الزيت باش نطلق بها داك العجينه. تتولي يبان لينا داك السطح العامل. تنورقوا هذاك الكويره ديال العجينه مزيان، تتبدا يبان لينا سطح العامل كما تتشوفوا راه مورقه. ومع خليتها ارتاحت تجيكم ساهله في التوريق. وغناخذ واحد زلافه صغيره غنديرها الوسط، وغناخذ واحد الجراره وغنبدا نقطع حتى لجهه الراس ديال الزلافه بحال هكاك كما تتشوفوا. على هاد الطريقه تنقطع داك العجينه كامله بحال على طريق مثلثات. وصافي هذاك الوسط اللي كان فيه الزلافه هو اللي غنعمر انا بالحشوه. تناخذ داك الخليط اللي درت ديال الزيت ومايزينا وديك التحميره، تندهن به داك البلايص كامل الطراف اللي قطعت، والحشوه تنديرها الوسط في داك البلايصه اللي كانت فيها الزلافه، تما فين تندير الحشوه. وهذوك الاطراف كاملين تندوز عليهم غير داك الزيت اللي درت صافي. تنبدا نجمع، تندير وحده على وحده. هنا بان ليا باقي طرف كبير هنا، تنقطع ديك العجينه كامله كما قلت لكم مثلثات صافي. تنبدا نجمع داك المثلثات وحده على وحده على وحده على وحده حتى تنساليهم كاملين. طريقه واضحه وسهله وباينه صافي. تنساليهم كاملين صافي. تنشد ديك الورقه الفوقانيه اللي بقات، تنبدا نجمع بها العجينه لتحت. تنجمع العجينه كامله لتحت كما تتشوفوا، وغنقلب عاوتاني هذيك الكويره وغنجمع ديك العجينه كلها الوسط، ديك الاطراف وداك الشيء صافي تتولي لنا كويره. تيجي داك الملوي مورق وساهل، طريقه ساهله صافي. تندهن داك الرغيفه من الفوق بداك الخليط اللي دايره، ونحطها ترتاح بيد ما نكمل كل شيء وعاد نبدا نطيب فيهم. هانتوما نصايب معكم وحده اخرى. تناخذوا شويه ديال الزيت، تنطلقوا داك العجينه تكون رقيقه تتولي يبان لنا سطح العمل. تناخذوا كانتو باش تشوفوا، تناخذ داك الزلافه تنديرها الوسط وصافي. نبدا نقطع داك العجينه على شكل مثلثات بحال غنقطع بيتزا. تناخذ داك الخليط تندوزو على الجوانب كامله على ديك الرغيفه كامله. تناخذ الخليط الحشوه تنديرها الوسط، وتبقى نبدا نجمع داك الاطراف داك المثلثات واحد على واحد. ومن بعد تنجمع العجينه كامله من التحت وتنقلبها عاوتاني. تنجمع العجينه صافي وتندهنها. ودابا غنبدا نطيب. هاد الطريقه اللي وريتكم باش ما تبقاش تخرج لكم الحشوه. اما الا بغيتو ديروا مليويات عاديين ما فيهم لا حشوه لا والو، راه تديروهم بالطريقه الاعتياديه. راني عندي واحد الفيديو اخر في القناه فيه الطريقه ديال الملاوي ديالي اللي تندير صافي. وهنا غنبدا نطيب داك المليويات ديالي وتنرش عليهم داك الزيت وداك الخليط اللي دايره باش يجيو محمرين، حيت ما دايرش الزبده. الزبده هي اللي تعطي التحميره للرغيفات والمليويات، هنا ما دايرينش حنا الزبده صافي. ونبدا نطيب وحده بوحده حتى تنكملهم كاملين. وكما تتشوفوا راني تندهنهم بهذاك الخليط اللي درت لي فيه الفلفل الاحمر والزيت ومايزينا، تيعطيهم داك اللوين باش يتحمروا. ونتمنى يعجبكم الفيديو، تبارطاجوا مع احبابكم وصحابكم. وتنقول لكم شكرا على تعليقاتكم الزوينه وعلى اللايك ديال الفيديو اللي تتخليو ليا. وشكرا لاي واحد بارطاجا الفيديو مع الناس اللي تعرف. تنقول لكم شكرا لكم من القلب، وشكرا على التشجيعات ديالكم. وما تنساوش تلايكيو هذا الفيديو وتبارطاجوا مع احبابكم وصحابكم.
وكما تشوفوا راه تندير الوصفات في المتناول، محتاجه شويه ديال التشجيعات ديالكم. وصافي وتنبقى نطيب في هذيك المليويه وانا تنرش فيها هكا غير شي شويه. صافي تنبقى نرشها هكا من الفوق ونقلبها من بعد. صافي غنستمر حتى نكملهم كاملين. ها نتوما كما تشوفوا انا غنوري لكم عن قرب. ها نتوما تشوفوا الحشوه ما خرجتش نهائيا برا على ديك الطريقه اللي درنا حنايا. شفتوا ما تتبان لكمش الحشوه نهائيا خارجه، تما راه ديك البلاصه راه غير محمره، راه ماشي الحشوه اللي خارجه. صافي وغنستمر هكا حتى نكملهم كاملين. وهادو هما المليويات ديالنا بعد ما كملتهم كاملين، ما خداوش ليا بزاف الوقت. وهنا غنحل معكم وحده باقا سخونه، صراحه راه حرقاتني يدي هنايا. ها نتوما كما تشوفوا ديك الحشوه ها هي كي جات لداخل وما خرجتش لنا نهائيا الحشوه لبرا. وحتى فاش كنت نطيب فيهم راكم شفتوا ما طاحت لا فلفله لا بصله لا كفته والو، المقله نقيه بفضل ديك الطريقه اللي وريتكم. ها نتوما كما تشوفوا الحشوه نهائيا ما خارجاش، ولكن هما راه عامرين من الداخل. صراحه جاو زوينين، نتمنى تجربوهم تردوا عليا الخبر في التعاليق. والى فيديو مقبل ان شاء الله. تنقول لكم شكرا على تشجيعاتكم، وما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو وتكثروا بزاف ديال التعاليق. والى اللقاء والى فيديو مقبل ان شاء الله، في امان الله.